غادي يمشوا لمنطقه غليزان سيدي سليمان ويمشوا باش تلاقوا في منطقه عشعاش، ولكن الظروف تأبى بعد استشهاد عبد الملك الله. اذا هذا الفصل الاول واللي حاولت نوضح فيه البدايه الحقيقيه للثوره. اذا هيستوريكمون الثوره كتظهر، ماشي انا اللي قلتها، وثائق الارشيف الفرنسي عندما نقراها كلها سي لو ظهر، بل انه اجتماع وقع كامل في المجلس العام، المجلس عامات وهران، في ممثل منطقه كاساس يتكلم قال كيفاش الثوره هذيك المنطقه، لانه خدعوا كانت منطقه هادئه فلاحيه واذا بالثوره. يعني ماشي سهله. انا درت لقاءات مع المجاهد الحي اللي هو بن حميد معروف، وبعض المجاهدين رحمه الله عليهم بينهم ابرزهم الحاج الزروقي، هذا مثقف زيتوني وكبير. في سنه 94 درنا محاضره كان تندرس فيها، يحكي لي بالتفصيل، يقول انه عندما قبضوني وبداو التحقيق معايا ما مش عارفين شكون الجهه اللي قامت الثوره، ما حسبوها لا المساليس لا كذا، قال حمد الله على انه لم يعرف. لذلك الثوره بزاف جماعه يقول لك هاو كيفاش الحزب الفلاني ما سمعش، كيفاش جمعيه العلماء ما سمعتش، لان الثوره كانت سريه من اذن لاذن. كاين بعض المناطق ما وصلتش الثوره حتى الوحده تاع الليل، وبالتالي مش سهله عمليه التنظيم والسريه والاستخبارات الفرنسيه. هناك كم من عمليه كانت مبرمجه في الغرب الوهراني، من تلمسان حتى الغليزان حتى الكيان كانت مبرمجه، لكنها معظمها فشلت بسبب قوه الاستخبارات الفرنسيه. نجحت الا في منطقه الظاهره، في بعض منطقه السيغ، في منطقه تلمسان عندما حرقوا على الغابات، في وهران تاع الشريط المجاهد اللي قتل ذاك اليهودي. يعني كانت هناك قله. لماذا؟ لا يعني بلي المنطقه تاع سيدي علي خير ولا لا، فقط الظروف ساعدت. هنا منطقه غليزان اعتقلت جميع عناصر النص، في منطقه تيار تعتقل جميع مناطق النص. فهمتوا هذه القصه كيفاش؟ يعني الاستخبارات العسكريه الفرنسيه كانت اقوى، سبقت الحدث، في حين بعض المناطق منطقه الطار ما قدرتش. لذلك انا سميته بديت منطقه الطار. كثير من الناس داروا في التعليقات مستغل، عاودوا نقولوا الظهره ومستغل. قلت الظهره بيعطوا هيستوريكمون، ثم مشيت في المدخل راني نقول باللي مستغل، الظهره هي جزءا من مستغل، وجزءا من غليزان، وجزءا من الشلف، وجزءا من تيبازا. اذا هذه هي منطقه كبيره، هذه منطقه ماهيش تاع افلام ولا تاع ايران، هي منطقه الجزائريين عاشوا فيها بكاملها. نتمنى ان شاء الله. والفرنسيين راهم داروا دراسات حول الظاهره كظاهره كامله، منهم ذاك رئيس المكتب العربي في تونس راح اسمه ريشار، عنده يعني دراسه لقيتها، عنده دراسه كبيره على منطقه الظاهره في الفتره الاستعماريه، مهمه جدا. كذلك المقال اللي صدر في المجله الافريقيه كان 1909 حول محرقه الفراشيح بالتفصيل. يعني كل شيء هذه الدراسه احنا وين نجيب؟ غير الفراشيه وين نجيبوها؟ وين نعرفوا؟ كل شيء جاي البرلمان الفرنسي يناقش القضيه الجريمه الاستعماريه في البرلمان الفرنسي، وجا كتبت عليه جزء الاخبار ما نسمعوش. هذه حقيقه. يجي له قال لا هو الجزائر وتركبوا الجزائر عليه. ما كانش 1845. هذه باش نعرفوا منطقه الظاهره وعمقها التاريخي. الفصل الثالث حاولت حتى يتبعوا الاخوه، درت عينات. انا لا بقول كل تاريخ، العين الاولى كنا مدخل على الاوضاع بالعام منطقتين الخرق وقلب الى غايه الدعطر ومنطقه مستغل وظهر. ثم درت قصه الرصاصه الاولى، تكلمت عليها بشكل مفصل من خلال المصادر، من خلال شيء حاولت لا اقول